السلام عليكم. مسلسل لوكي الموسم الثاني خلص، وانا كنت مستني ان انا كل حلقة اشوفها بعد كده اعمل له مراجعة في الاخر. والحقيقة الموسم دوت تفوق بشكل كبير جدا عن الموسم اللي قبله، ووضح لي الموسم دوت ان مسلسل لوكي افضل مسلسل اتعمل في الام سي يو كله. واللي حصل بالذات في الحلقة الأخيرة دوت أحسن حاجة اتعملت في عالم مارفل من ساعة انفينيتي وور واند جيم، ودوت اللي هنتكلم عليه في الحلقه. بس قبل ما نفضفض ونحلل في الحلقه، ما تنساش لو الفيديو عجبك تدوس لايك وتشترك في القناه عشان عايزين نوصل القناه ل 1000 مشترك قبل نهايه السنه. ويلا بينا. والمراجعة دي هنقسمها لجزئين، جزء هتكلم فيه بدون حرق، وجزء تاني هتكلم فيه عن الحاجات اللي عايز اتكلم عليها بحرية احداث. عشان كده عادي كمل الفيديو وهنبه قبل ما ابدا في جزئية الحرق. واول حاجة عايز اتكلم عليها هي السيت بتاع المسلسل، اجواء المسلسل والديكور بتاع المسلسل خلال الموسمين كانوا حاجة في قمة المتعة البصرية. ونفس الكلام على الساوند تراك بتاع المسلسل دوت. مفيش ناس كتيرة واخدين بالهم من الساوند تراك، ولكنه عظيم جدا. ومن الحاجات اللي فاجأتني في الموسم دوت هي الكتابة، وعكس آخر أعمال مارفل اللي كانت دايما الكتابة فيها متسرعة وضعيفة جدا، وكل واحد بيحط قواعد للمالتيفيرس في الفيلم بتاعه غير الأعمال التانية، وده خلى الموضوع مشوش جدا ومتبهدل. ولكن في لوكي خلاص عرفنا كل الأوضاع، وعرفنا كل قواعد المالتيفيرس، واتثبتت القواعد وماشيين عليها خلال الموسم كله. وحاجة تانية برضو كانت عجباني جدا وهي تصاعد الأحداث وطريقة سردها من كل حلقة، وهي بتعلي على الحلقة اللي قبلها. كانت في قمة الروعة لحد ما وصلنا للذروة في الحلقة الأخيرة. التمثيل في الموسم دوت كان عظيم جدا من ثنائية لوكي ومويبس اللي كانت جامدة جدا كالعادة، ودخول شخصيات جديدة زي أوبي اللي كانت شخصية حلوة جدا وعجبني تقديمها وكل تفاصيل الشخصية ديت وتعلقت بيها، طبعا مع كل الشخصيات الثانوية التانية. وتمثيل عظيم وخرافي من الممثل جينيسون ميجورز. الحقيقه الممثل دوت ليه مستقبل واعد جدا في التمثيل. عمل ثلاث نسخ من كانج لحد دلوقتي، والحقيقه كل نسخه بيبهرني فيها بتمثيله فيها، وان هو عارف ان هو يفرق ما بين كل شخصيه، ومش بحس فعلا ان كل واحد فيهم شخصيه مختلفه. ودلوقتي خلينا نخش على فقرة الحرق. فلو لسه ما كنتش شفت الموسم التاني من مسلسل لوكي كامل، فأحسن لك روح اتفرج عليه، استمتع بالعظمة ديت وتعالى كمل الفيديو. شخصية لوكي في الموسم دوت اتطورت تطور رهيب جدا لدرجة ان هي بقت افضل تطور لأي شخصية في الام سي يو كله. على الاقل بالنسبة لي انا شخصية لوكي اللي هي نسخة 2012 شخصية كانت انانية جدا، وكل اللي همها ان الناس تهتم ليها. يعني شخصية اتنشن من الاخر، ان هي توصل للمرحله ديت بالكتابه العظيمه اللي وصلت لها الشخصيه ديت. احنا بنشوف شخصيه لوكي ضحت خلاص باهم حاجه، هي يعني الشخصيه ما كانتش عايزه توصل لها. لوكي طول الموسم بيحاول ان هو ينقذ التي في اي، بيحاول ان هو يكون جنب اصدقائه موبيس، بيحاول ان هو من الاخر ما يكونش وحيد، ولكن ان هو تخلى عن الطلب بتاعه دوت. وفي سبيل ان كل الفروع الزمنيه ديت تكون موجوده، هو بيكون النول ليهم في ظل ان هو بيكون دلوقتي وحيد، ودي حاجه ما كانش هو يتمناها. التطور الرهيب دوت ما كانش هيكون موجود الا لو كان في كتابه متقنه غريبه جدا ما كناش متوقعينها من مارفل في الفتره دي بالذات. وتمثيل توم هيدلسون اللي كان عظيم جدا طوال الموسمين وطوال الرحله كلها. ومع نهايه المسلسل اتاكدنا وعرفنا ان نسخ كانج متطوره في الخطوط الزمنيه، ودوت اللي هيؤدي لفيلم افنجرز كانج داينستي، واللي هنشوف فيه نسخ كتيره جدا من كانج. ولكن الشيء اللي انا متخوف منه ان مارفل تغير الخطه بتاعتها وتغير وجود كانج خالص وتخلي مكانه دكتور دوم بسبب المشاكل اللي عاملها ممثل شخصيه كانج. واللي الحقيقه انا مش عارف اذا كان هو مذنب في القضايا ديت ولا لا، ولكن اللي هو كممثل فهو ممثل عظيم جدا، واداؤه في الشخصيه ديت لا يعلى عليه، وانا اخدت عليه في الشخصيه فهتضايق جدا لو غيروه ممثل تاني، وهتضايق اكتر لو خلوا دكتور دوم هو فيلن المرحله. لان انت خلاص بنيت كل حاجه على اساس ان كانج هو الخطر الاكبر. الفانز خلاص بقوا في عقولهم وفي مخططاتهم كده ان كانج هو الشر، وهو اهم حاجه دلوقتي في عالم مارفل السينمائي كله. وتقييمي للموسم الثاني من مسلسل لوكي هو 9/10. موسم كان رائع جدا ومن افضل الحاجات اللي مارفل قدمتها. ما تنساش تقول لي رايك في الموسم في الكومنتات وتوقعاتك
لما هو قادم في مارفل. وبس كده، سلام.